من المهم جدا لاي حد تعبان انه يكون عارف نوع التعب اللي بيعاني منه، سواء كان تعب عاطفي او تعب ذهني او تعب جسدي، لان مش كل التعب بيحتاج راحه. التعب العاطفي مثلا بيكون ناتج عن التعامل مع الضغوط العاطفيه زي الحزن والقلق والاحباط والخذلان والصدمات العاطفيه الكتيره، والعلاج هنا بيبدا بان الانسان بيكون محتاج وقت مع نفسه، يرتب افكاره، يقعد مع حد يسمع له، بشرط انه يشترط في اول المحادثه ان مفيش احكام، يسمع له بس. لو مفيش حد يسمع لك ممكن اكتب كتير جدا لحد ما تحس ان انت ارتحت. ويمكن اكبر دليل على كده الرسائل اللي اي اتنين بينفصلوا بيبعتوها لبعض، بتبقى رسائل كتيره فيها كلام حلو وكلام وحش. المهم مش بيكون الكلام، المهم بيكون ان الرسائل دي لازم تكون موجوده علشان الاتنين يرتاحوا في الانفصال. لو مش قادر تكتب، سجل لنفسك كلمتين عبر بيهم عن كل اللي جواك، او عبر عن اللي جواك برسمه. المهم تخرج اللي جواك على حاجه بعيد عنك. اما التعب الذهني فبيكون نتيجه ان العقل مجهد جدا من كتر التفكير، اما لان الانسان عنده مسؤوليات كتير في الوقت الحالي لازم يتعامل معاها، او عنده مهام او مشكلات كتير لازم يحلها. وهنا الراحه بتكون من اسوأ الحاجات اللي ممكن يعملها علشان يداوي نفسه، لانه لو ارتاح بيفتح على نفسه باب اكبر للتفكير. لكن احسن حاجه هنا بتكون في انه يخرج يتمشى لمسافات طويله، او يتريض لحد ما يصفي ذهنه، او حتى يسوق. في ناس بترتاح جدا لو ساقت لمسافات طويله. المهم يعمل اي حاجه ما فيهاش مجهود ذهني. اما التعب الجسدي فبيكون نتيجه تعرض الجسم لنشاط بدني مفرط، اما عن طريق الرياضه او عن طريق الشغل، او لان الانسان اهمل الجسم لفتره من الفترات، ما ادالوش العنايه اللي المفروض يلاقيها. وهنا بتكون الراحه احسن حاجه. لازم يرتاح في السرير وياكل كويس وما يعملش اي مجهود يسبب له الم جسدي. بكل تاكيد ممكن التعب العاطفي يسبب تعب جسدي نتيجه تاثيره على النوم والتغذيه. كمان التعب الذهني لو دام لفترات طويله بيسبب التعب الجسدي. علشان كده عدم ادراك الحاله اللي الانسان بيعاني منها في حد ذاتها مشكله. فلو عندك فرط في التفكير، اكتب، ارسم، اتمشى، سجل، اتكلم. لو عندك خمول في التفكير، حاول تقرأ او حاول تسمع لناس عندهم افكار. حاجه كده اسمها استحضار الالهام. الحقيقه ان قدره الانسان على معرفه نوع التعب اللي موجود جواه واحده من اهم طرق التواصل مع نفسه، لانه قادر يقرا العلامات اللي جسمه بيبعتها له. مساء الفل.